سلام. حلقة اليوم هي عن مستجدات التحقيق بجريمة اغتيال الصراف اللبناني محمد سرور. التحقيقات الأمنية اللي عم تجريها شعبة المعلومات كشفت عن بصمة للموساد الإسرائيلي، على اعتبار أنه بيّن أنه هو من يقف خلف اغتيال محمد سرور، خلف استدراجه لبيت مري واغتياله بالطريقة اللي اغتيل فيها. بهيدي الحلقة رح احكي لكم أنا لوين توصلوا المحققين، كيف تم استدراجه لمحمد سرور، ليه قتلوه، وشو طرف الخيط اللي عندهم اياه المحققين للوصول الى الجهة المنفذة. صار واضح عند المحققين انه في فرقة اغتيال وصلت على لبنان. هيدي الفرقة لحد هلأ ما تم تحديد جنسيات أفرادها. استعانوا ب يشتبه بأنهم استعانوا بأفراد لبنانيين وسوريين لوجستيين على الأرض. وحدة منهم لعبت دور زينب حمود لا استدراجه لمحمد سرور. أكيد قبل ما يجوا هني درسوا طريقة شغله لمحمد سرور على اعتبار إنه هو بيشتغل بالحوالات المالية. وتأكدوا إنه محمد غالبا أو أحيانا هو بيروح بيودي الحوالي شخصيا. تواصلوا معه تواصلت معه زينب سرور على تليفونه. قالت له إنه في حوالي بدها توصلها. بينقل مقربين منه إنه هو وقت اللي اتصلت فيه شك إنه هي منين جايبة رقمي هالمرة. بعدين يبدو إنه هي رجعت بررت له لحتى تمحي هيدا الارتياب اللي عنده. طلع لعندها أول مرة برفقة ابن خيو إبراهيم. نهار الثلاثة طلعوا على الفيلا ببيت مري. قدر الموساد يستدرجوا لمحمد سرور من خلال زينب حمود. زينب حمود اتصلت فيه بالمرة الأولى وخبرته أنه في حوالي وصلتها. ينقل عن مقربين من العائلة أنه محمد ارتاب من اتصال زينب فيه. وسأل حاله أنه منين جابت رقمي. يبدو أنه زينب رجعت بررت له أو قالت له منين جابت الرقم. أول مرة طلع محمد برفقة ابن خيو إبراهيم على بيت مري نهار الثلاثة. وصلوا الحوالي ورجعوا نزلوا. تاني نهار الأربعاء ب3 نيسان اتصل فيه صراف عراقي وخبروا انه في حوالي وصلتها لزينب ومفروض يسلمها اياها. فهو بعد الظهر حمل حاله وطلع على الموتو على منطقة بيت مري لحتى يسلمها هيدي الحوالي. نهار الثلاثة وقت اللي طلع هو من خيو قالت له تفوت على الفيلا. فهو ما فات، قال لها معي قريبة. تاني نهار فات على الفيلا. ووقت اللي فات على الفيلا كانت مجموعة الموساد بانتظاره جوا. بحسب التحقيقات من وقت ما فات محمد على الفيلا لوقت ما ظهروا منفذي العملية كان في 40 دقيقة. بخلال هيدا ال40 دقيقة تم استجوابه، تم تعذيبه. أحصى الطبيب الشرعي بجسمه 9 طلقات بإيديه وبإجراء قبل تصفيته. وبحسب تقديرات المحققين أنه الهدف كان قتله لمحمد وأخذ تليفونه، أو ربما الحصول على كلمة السر لتليفونه وأسماء أشخاص بيتواصل معهم ليستلم مصاري أو ليودي مصاري بقلب فلسطين. المعلومات عم يشتغلوا على مسارين. المسار الأول له علاقة بالكاميرات، المسار الثاني له علاقة بداتا الاتصالات. علما أنه تبين أنه الأرقام التليفونات اللي كانت عم تشتغل بقلب الفيلا بمجرد ما فات محمد على قلب الفيلا انطفوا هول الأرقام، وكانوا قبل مفتوحين وقت اللي استؤجرت هيدي الفيلا. علما أنه تم استئجار هيدي الفيلا بمبلغ 48 ألف دولار، أي 4000 دولار شهريا. بخلاف ما قيل أنه هي دفعت من حساب مصرفي خارج لبنان، تبين أنه في بروكر وكيل الشركة هو اللي تواصل مع صاحب الفيلا وتم الإيجار بشكل مباشر. كمان تبين أنه أصحاب هول الأرقام المشبوهة تواصلوا مع تقني إلكتروني لحتى يسألوا إذا هني بدهم يركبوا كاميرا مراقبة بقلب سيارة ويحطوا GPS بقلب سيارة، ولكن تبين أنه ما رجعوا تواصلوا معه مرة تانية. نقطة ثالثة قدروا يوصلوا لها المحققين أنه السيارة اللي استخدموها الفرقة اللي يشتبه بأنه هي ترتبط بالموساد اشتروها بسعر أغلى من سعر الرسمي ب4000 دولار دفعوا سعرها.
قدام هول في معطيات تانية قدروا يوصلوا لها المحققين، قدروا يحددوا صور الأشخاص اللي اشتغلوا بهيدي العملية، يعني واللي هن بيرشحوا إنه كانوا لوجستيين، اللي جاب السيارة، اللي استأجر الفيلا، اللي كان عم بيجيب لهم أغراضهم. نقطة تانية ساعدت المحققين ل رسم معالم الجهة التي نفذت العملية، على اعتبار أنه عثر على جثة محمد سرور بقلب الفيلا وهي مصابة بعدد من الطلقات، وعليها مبلغ من المال منثور، يعني $6500 اللي كان يفترض محمد أنه يسلمهم لزينب عطوي، تركوهم عليه لحتى يأكدوا فكرة أنه هيدي الاغتيال مش هو قتل بهدف السرقة، إنما هو اغتيال، وإنه في جهة نفذته، وهيدي الجهة اللي نفذت هي جهة محترفة. لأنه المسدسات، مسدسان جلوك، كواتم صوت، الملابس كلياتها اللي استخدمت بعملية القفازات اللي استخدمت بهذه الجريمة وضعت بأوعية مملوءة بالمي أو بسائل التنظيف لمحو أي أثر لبصمات أو لحتى بصمات وراثية DNA ممكن تكون موجودة وممكن تشير للجهة المنفذة. وهيدا الشغل بالطريقة الحرفية اللي انشغل فيها بذكر بعمليتين قاموا فيهم الموساد. من هون قدروا المحققين يستدلوا انه الجهة المنفذة هي الموساد، على اعتبار اولا محمد سرور هو محطوط على لوائح العقوبات الامريكية من ايلول 2019، والولايات المتحدة الامريكية بتتهمه بانه هو المسؤول عن جميع عمليات تحويل الاموال اللي عم بتصير بين الحرس الثوري وبين حركة المقاومة بفلسطين، الجهاد الإسلامي، حزب الله، أو كتائب عز الدين القسام. وفي جريمتين عملوهن الموساد. أول جريمة هن اغتيال محمود المبحوح اللي هو قيادي بكتائب القسام بدبي ب 19 يناير 2010. عملية الاغتيال وقتها تمت تحضر لها، كان في 27 عنصر من الموساد بحسب ضاحي خلفان، كانوا عم يشتغلوا وعم بيراقبوا، كانوا مش عارفين المبحوح بأي فندق بده ينزل. وقت اللي حددوا هو بأي فندق نزل كلياتهم انتقلوا على هذا الفندق، وعملية الاغتيال تمت خلال 20 دقيقة. قدروا يفتحوا الغرفة اللي هو نازل فيها وفي ناس كانوا ناطرينه جوا، صعقوه كهربائيا، وبعدين خنقوه، وسمموه من خلال سم ينتقل من خلال الجلد، لحتى للإيحاء بأنه هي مش جريمة اغتيال أو مش عملية اغتيال، أنه هي موتة طبيعية. وأول ما قتل المبحوح البيان اللي طلع أنه هو مات لأنه مصاب بمرض عضال. بعد 10 أيام تنبهوا أنه لا، في عملية اغتيال صايرة، وأعلن أنه الموساد يقف خلف هيدي العملية. ربما الموساد آنذاك تقصد انه يعمل عمليه اغتيال هادئه، لحتى ما يلخبط علاقاته بالمخابرات الاماراتيه. ولكن في عمليه اغتيال تانية عملها الموساد بال 2018 بيناير 2018، وقت اللي حاول يغتال محمد حمدان. محمد حمدان هو قيادي بحركة حماس، هو كان مسؤول عن إدخال الأسلحة إلى داخل قطاع غزة. وإجت وقتها مجموعة رصدته لحمدان بصيدا، وحطوا له عبوة ناسفة بقلب السيارة، وشاءت العناية الإلهية وإنه يقدر ينجو حمدان من هيدا الاغتيال. وقتها أصيب بإجره، وقدر الأمن يوقف أحد المشاركين بهذه العملية. قدر يحدد هويات صور باسبورات اللي شاركوا بهذه العملية، ولكن ما قدر يعرف أسمائهم الحقيقية، على اعتبار أنه الإسرائيليين بيعطوا باسبورات أصلية للمنفذين، فما بنقدر نعرف إذا هيدي الباسبورات كانت مزورة ولا لا، وإذا هيدي أسمائهم الحقيقية ولا لا. بعملية اغتيال محمد سرور بالتأكيد الأجهزة الأمنية لن تتمكن من الوصول إلى فرقة الإعدام أو أفراد فرقة الإعدام اللي نفذوا هذا الاغتيال. رح توصل للوجستيين شاركوا بهذه العملية ولعملاء بيشتغلوا مع الموساد الإسرائيلي، ولكن بعد مرور 6 أو 7 أيام على حصول عملية الاغتيال، فبالتأكيد أنه رح يكونوا كلياتهم غادروا الأراضي اللبنانية. ممكن تقدر توصل لخيوط، بس ما رح تقدر توصل لأكثر من هيك. الفرقة المنفذة حرصت أنه خلال 40 دقيقة تنفذ العملية،
تستجوبوا بسؤالين 3 كان عندهم إياهن، تقتلوا، تنظّف مسرح الجريمة وتغادر، ربما غادرت فورًا إلى المطار، وهيدا ما بي هيدا اللي بيبرر إنه تركوا المسدسات اللي إلهم، ربما تقصّدوا إنه يتركوا هيك لحتى يوصلوا رسالة إنه نحن اللي منوقف وراء هيدي العملية، على اعتبار إنه الموساد الإسرائيلي والاستخبارات الإسرائيلية من بدء 7 أكتوبر طوفان الأقصى لليوم صاروا قاتلين أكتر من 22 صراف مسؤولين عن عمليات تحويل الأموال من وإلى قطاع غزة، وحتى التحقيقات اللي عملوها الأتراك وقفوا خلايا بتشتغل مع الموساد الإسرائيلي بيّنت إنه عم يرصدوا الصرافين اللي عم يبعتوا مصاري لداخل قطاع غزة، علمًا إنه في كتير من هول الصرافين هن ما مش عم يبعتوا مصاري بدافع أمني، عم يبعتوا لعائلات هي عايشة جوا من قبل أبنائها أو أقربائها. جريمة اغتياله لمحمد سرور ولو ما حظيت بالتغطية الإعلامية الكافية مثل ما صار بقضية تانية بقضية باسكال اللي استخدمت واستغلت من أجل الفتنة، ولكن قضية اغتياله لمحمد سرور هي بتفتح الباب كتير واسع قدام إنه لبنان هالقد مفتوح. الأجهزة الأمنية ضلت 6 أيام لحتى تقدر تفوت على الفيلا اللي هو موجود فيها، علما إنه هن من نهار الجمعة يتبين لهم انه تليفونه طفى بهيدي المنطقه، وتتبع كاميرات المراقبه وصل انه هو فات على هيدي الفيلا، والقضاء لنهار الثلاثاء يعني لبعد 6 ايام لحد ما عطى اشاره بدخول هيدي الفيلا، بالوقت اللي كانوا كل اللي نفذوا العمليه تقريبا او غالبيتهم صاروا برات لبنان. اكيد يعول على الاجهزه الامنيه لمكافحه الارهاب ومكافحه التجسس ومكافحه عمل الاستخبارات، ولكن التعاطي بهذا الملف او بطء شغل الاجهزه الامنيه بيطرح ألف سؤال وسؤال انه نحن قدام نقدر نصمد قدام اختراق الموساد. ووقت اللي قرر الموساد يبعث فرقه للاغتيال تفوت خصيصا لتنفيذ هذه العمليه، فمعناتها هو بيقدر يوصل لمين ما كان وين ما كان لحتى ينفذ هذه العملية، وهذا بيفرض مننا يقظة، بيفرض مننا الانتباه، بيفرض من الأجهزة الأمنية أن تكون واعية أكثر، بيفرض من القضاء العسكري والمدني التشدد بالتعاطي مع العملاء، لأنه بالتأكيد ما في فرقة استخبارات بتفوت على البلد لتشتغل إلا ما بيكون معها لوجستيين وعيون من داخل البلد، فوقت اللي تكون الأحكام مشددة بحقهم هيدي بتكون رادعة لحتى ما يقدر مش مين ما كان يقدر بسهولة يستسخف التعامل معهم. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.